السوداني متهم بالتحرش في زوجة كفيله السعودي، والآن الشيخ أعطاه نص ساعة أنه يفكر ويراجع نفسه ويعترف، وبيكون بعدها الحكم النهائي. السوداني في الوقت هذا يقول: تذكرت الحكمة والرأي اللي أعطاني إياه السجين الجديد اللي قابلته قبل يومين، والحل هذا ما هو بزين ولا هو والله يشرف ولا يبيض الوجه، لكن يمكن يكون مخرج لي من هذه القضية. قال: يا شيخ. قال: نعم. قال: أنا بعترف يا شيخ. قال: اسلم، احنا نبيك تعترف من زمان. قال: نعم أنا أعترف يا شيخ بالتهمة هذه. قال: تعترف أنك تحرشت بزوجة كفيلك السعودي، أنك يوم دخلت تنزل الأغراض وتدخل الذبيحة جوا المطبخ تحرشت فيها؟ قال: نعم يا شيخ تحرشت فيها، لكن ما هو بالموضوع هذا بس. قال: وش هو؟ قال: لي على علاقة غرامية مع زوجة كفيلي عمي من 3 شهور، وبيني وبينها كل ما حرم الله من 3 شهور إلى الآن، وهي تحبني وهو قاعد يتكلم. وقفت الحرمة. قال: أعوذ بالله منك، والله إنه كذاب يا شيخ، والله إنه كذاب يا شيخ، لا والله ما صار. قال: وش اللي صار؟ قالت: ما صار ولا شيء، وزوجي اللي أجبرني أقول وأتهم هذا البريء وهذا السوداني عشان ما يعطيه فلوسه وحقوقه. لا إله إلا الله. وقف الشيخ، كل من في القاعة وقف. مصيبة، ابتلاء، لا إله إلا الله. ومن جانب ثاني هذا الحل اللي أعطاه السجين اللي قبلها بس. قال: قل كذا، وإن كان في عمك هذا نخوة وفي شيء من الغيرة وفي شيء من الرجولة، شوفها بيتكلم أو زوجته بتصيح وبتقول لا وبتظهر براءتك. سبحان الله العظيم، الله انطق هذه الحرمة. وجه الرجل ما يشترى بريال أسود. والحرمة قامت قالت: والله أنه ما جاني. المرأة شريفة، لكن لا إله إلا الله أجبرها زوجها أنها تقول هذا الموضوع عشان يأكل 400 ألف ريال حقة السودان. تعبه 9 سنين يبي يضيعها في نهار وفي ليلة واحدة. لا والله ما يمثل السعوديين ولا يمثل المسلمين، هذا أعوذ بالله منه طمع وإبليس وشيطان، والله يكفينا شره. الشيخ: تعترفين بهذا الكلام؟ قالت: نعم أجبرني أقول كذا وكذا. نعم. الرجال دخل ونزل ذبيحة وطلع، والله ما شفنا منه يوم سيء ولا شفنا منه يوم أسود، وإنه رجال وفيه الصدق وفيه الإخلاص وفيه الأمانة، وأنا والله برية منه، وهو والله أنه بريء مني براءة الذيب من دم يوسف. قال لي: خير إن شاء الله. وش تقول يا زوجها؟ منزل رأسه مدنق. لا والله علم ما يبيض بوجهه. فضح نفسه وفضح زوجته عشان فلوس. شيء حلال محللها الله للسوداني تاكله يا اللي ما تخاف الله. قال: نعم. واعترف الشيخ واعترفوا كلهم. قال: أنت يا السودان أطلقنا سراحك، وبعد يومين إن شاء الله الحكم النهائي. أطلقوا سراح السوداني في اليومين هذه. جوه بشرية وخلق الله كل من السودانيين والسعوديين والناس وأصدقائه ومعارفه كلهم يطلبون لهذا السعودي إنه يسامح في الحق الخاص. أعطوها فلوسه كلها اللي عند السعودي كلها أعطوه هي. قال: تكفون أعطوه، تكفون اللي يبي ياخذه، تكفون أنا أبغى أطلع من القضية هذه. أعطوه حقه كاملة وخلصوا أموره كلها. ورجع بعد يومين قال: يا شيخ. قال: نعم. قال: أنا متنازع عن حقي الخاص. قال: فلوسك أخذتها؟ قال: فلوسي أخذتها كلها، وأخذت الخروج النهائي، وأخذت تذاكري، وأخذت أموري كلها، وأنا متنازل للحق الخاص علشان الناس اللي بيني وبينهم من معارف. قالوا: فوقها يسجن 3 شهور ويعطى لك 100 ألف ريال منه هو، من حقه ومن حسابه هو. وأنت يا حرمة؟ قالت: والله أنها أجبرني وطلعت عاد من الموضوع هذا لأن زوجها كان مجبرها على هذا الموضوع. لا إله إلا الله. ظهرت الحقيقة وتظهر الحقيقة ولو بعد حين. الله حكمه سبحانه وتعالى، والظالم ياخذ جزاه والمظلوم يبرأ ويطلع. أخوي المسلم وأختي المسلمة، لا تأخذ حق أحد، لا يكون ضعيف. ترى القوة لله سبحانه وتعالى، الضعيف له رب. ولا تأخذ حق أحد، لا عامل ولا خادمة ولا شريك ولا حد من إخوانك ولا حد من عيالك ولا حد. لا تظلم أحد. عط الرجل حقه وعط الحق لصاحبه. ترى الله كفيله وكفيلك، والله أن يأخذه من بين عيونك، ويمكن أن الله يأخذ من بين عيونك وأنت على سرير المرض ولا تعبان، ويمكن تكون في قبرك وعذاب في الدنيا وفي الآخرة. هذا ترى اللي صار لك في الدنيا وفضيحة، الله يكفينا وياك من الشر. ويمكن في الآخرة عذاب أكبر من الله سبحانه وتعالى. وقبل أختم قصتنا، حن تعرفون الآن نصف رمضان انقضى وباقي النصف الآخر، وهنيئا ومحظوظ، وإن شاء الله من الموفقين اللي في النصف الأول اجتهد بالدعاء والعبادات والصدقات وكل علم طيب يبيض وجهه مع الله،
وباقي النصف الآخر اللي فرط واللي طنش واللي تأخر اللي قصر في النصف الأول، أبشرك أن قدامك فرصة، وأنك بإذن الله تعالى من المحظوظين من الموفقين دامك تابعت هذا الفيديو. حنا في شهر رمضان، الصدقة من أعظم الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. كيف لو كانت في شهر رمضان؟ كيف لو كانت في أطهر بقعة في مكة المكرمة في المسجد الحرام في ساحات الحرم؟ تفطير الصائمين أمره عظيم جدا. وين؟ في ساحات الحرم. من هم ضيوف الرحمن؟ زوار وقاصدين ومعتمرين اللي جايين من أقصى العالم عشان يعبدون الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الفضيلة. ب15 ريال بس تفطره يوم كامل وتاخذ أجره وأعماله كلها في هذا اليوم، صلواته، عباداته، قراءة القرآن، استغفاره، دعاءه، في هذه كلها أجورها لك مثلها بالضبط. وبكم؟ ب15 ريال بس. والرسول اللهم صل وسلم عليه قال: من فطر صائما فله مثل أجره. أجور عظيمة ما تعلم. هذه الصدقة البسيطة اللي أنت تحطها في يد الله تنفعك في دنياك وفي آخرتك، يمكن تكون سبب في دخولك الجنة وفرج وقضاء دين وتيسير أمور في الدنيا. 15 ريال شخص واحد، ب60 ريال 4 أشخاص، ومن زاد فأجره على الكريم سبحانه. ما راح أطول عليكم. كيف نساهم يا فالح في هذا المشروع؟ المشروع مصرح ومعتمد من الدولة. طريقة المساهمة في صفحتي الرئيسية هنا في التيك توك، لما تفتحها تحت صورتي مباشرة راح تلاقي الطريقة. وصلنا في هذا المشروع إلى 48%، وباقي 52% نبغى نتعاون على الخير، وأسأل الله أن يحرم وجيهكم على النار ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه قصتنا وإن شاء الله وفقت في سردها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أخوكم فالح الشهراني، استودعتكم الله.